الترانزاكشن التاني هنا بيقول لك اون اكتوبر 1 بايونير بيرشيز اوفيس اكويبمنت، انا اشتريت معده كوستنج 5000 باي سايننج 3 مانث، انا مضيت على كمبياله 12% فايده، 5000 دولار نوتس بيبل. يبقى انا مضيت على كمبياله ب 5000 دولار وهدفع عليها فايده 12% على الثلاث شهور دول. هنعرف الكلام ده هثبتها ازاي قدام، مش مهم يعني. لكن انا دفعت دلوقتي اكويبمنت، اشتريت معده، المعده دي اشتريتها ب 5000، دلوقتي لو انا هشتريها كاش هدفع فيها 5000، بس انا مضيت كمبياله وعشان هاجل الدفع 3 شهور فهدفع 12% في المستقبل، مش هدفعهم دلوقتي، هدفعهم لما اجي اسدد الفلوس اللي عليا كمان 3 شهور. فبالتالي هنا الاصل اللي انا اشتريته ثمنه كام؟ ثمنه 5000. واحد يقول لي طب ما في 12% هدفعهم، هم ملوش علاقه، ده عشان انت اجلت الفلوس فهتدفع 12%. فالاصل الاكويبمنت ثمنها 5000. يبقى شوف التحليل بيخليك يوضح لك قيمه الاكويبمنت، لو انت هتدفعها كاش دلوقتي هتدفع 5000 بس، فبالتالي ملوش علاقه الفايده اللي انت هتدفعها دي، ما تتحملهاش على الاكويبمنت، الاكويبمنت مالهاش علاقه بيها. وعليك التزام نوتس بيبل. طب ليه ما قالش اكونت بيبل؟ قال نوتس، قال نوتس علشان دي ورقه انت عليك الورقه دي، الورقه دي انت ماضي كمبياله، انما لو اكونت يبقى انت مش ماضي حاجه، انت قايل له بس بشكل اورال انا عليا الفلوس دي وهدفعها لك، انما انت ماضي ورقه فانت عليك فلوس ب 5000. واحد يقول لي طب ما انت ماضي ورقه ب 5000 و12%، ما ثبتش ليه ال 12%؟ لا دي بتبقى اسمها انترست بيبل، هنعرفها برضو في وقتها، بس انت خليك عارف ان الترانزاكشن ده من الاكويبمنت بال 5000 بس، وانا ماضي على نفسي ورقه ب 5000 برضو وفايده 12%. بكتب في الورقه كده بان انا عليا فايده 12%، بس هي الورقه قيمتها 5000. فهنا الديبت انكريز الاسيتس، الاكويبمنت عندي زادت، الاكويبمنت دي حاجه من الاصول من الاسيتس، فالاسيتس زاد وعندي التزام عليا زاد، والكريدت انكريز اللايبيلتي برضو زاد، فزاد بيجي كريدت، اللي قلنا اللايبيلتي لما بتزيد بتيجي كريدت، فبالتالي القيد هيبقى اكويبمنت ديبت ونوتس بيبل كريدت. يبقى ديبت 5000 اكويبمنت وكريدت نوتس بيبل 5000 اللي هو النوتس بيبل. الاكويبمنت هنفتح لها حساب جديد للليدجر، والنوتس بيبل هنفتح لها حساب هي كمان جديد للليدجر، عشان يبقى عندي حسابين كده للليدجر بتاعي، 5000 و5000، دي اسمها اكويبمنت ودي اسمها نوتس بيبل، دي ديبت ودي كريدت، فخلي بالك في فرق ما بين الاثنين. فدي اسم الحساب اهو، وده بص الكود بتاعه ايه 157، انما ده 200. ليه؟ لان ده اسيتس لازم يبتدي بواحد، انما دي لايبيلتي لازم يبتدي باثنين، وهكذا.